سنه اولى تقف عندها، عليكي غرامه علشان خاطر تخطيتي حدود الشطاره والجمال. ايا كان انتوا وحشيني جدا جدا جدا، وانا كنت عايز ان انا اقول لكم كام كلمه في البدايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عاملين ايه؟ في نقطه مهمه جدا في الفيديو ده، وهي هتفرحكم جدا وهتديكم دفعه ايجابيه، وانا ما كانش ينفع ان انا اسكت عليها غير لما اقولها. ولكن قبل ان انا اقول النقطه دي انا محتاج ان انا اقول لكم يعني كل سنه وانتم طيبين عشان عيد. هو غالبا مش عارف الفيديو ده هينزل امتى بصراحه، يعني بصوره دلوقتي في العيد، ولكن مش عارف امتى هينزل عشان النت وكده. ولكن كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد، وانا فخور بيكم. الاهم من كل ده انا فخور بيكم ان انتوا وصلتوا لغايه المرحله دي علشان خاطر انتوا تعبتوا، وعلشان خاطر انتوا بذلتوا مجهود. ده لازم يكون فخور بيكم. الانسان مش عليه غير السعي، مش عليه غير ان هو المجهود. انت ممكن تجتهد وفي الاخر فاهمني ما تجيبش اعلى درجه، بس تكون اجتهدت. ممكن غيرك يهبد ويجيب درجه كويسه كده بس تيجي معاه مره. بس تكونك انك انت شخص، هو ده الهدف من الكليه، هو ده الهدف من التعليم. لو انت مش واخد بالك انك انت تكون شخص مهيأ لانك انت تكون تمسك منصب، انك انت حتى لو كان شغلانه صغيره بس انت تكون شخص دماغك دي هي اللي كويسه. فانت كونك انك انت عرفت انك انت تهندل الدنيا وتوصل للمرحله دي، فانت فخور بنفسك. ايا كانت النتيجه اللي هيحصل، هتطلع كويس هتطلع نص نص ايا كانت، ولكن عايزك تكون فخور بنفسك. لانه صدقني انت الحياه دي هي مجرد رحله قصيره، والرحله الطويله او او القصه الطويله او الحياه الطويله، الحياه الابديه لسه ما جاتش، وهي دي اللي احنا بنسعى ليها، وهي دي اللي احنا بنعمل كل مجهودنا عشانها. فطالما انت عملت مجهودك عشان الحياه دي، انك انت عملت في الدنيا حياه الدنيا اجتهدت وعملت اللي عليك فيها واخلصت النيه لوجه الله، فمفيش داعي انك تكون زعلان. ممكن النتيجه المره تطلع نص نص، بس الترم اللي جاي ممكن تطلع كويسه جدا، الله اعلم. بعدين برضه انت لازم تدي لنفسك عذرك. انت اول مره انت كنت برضه نظام جديد بتاع الام سي كيو والبابل شيت وكده، فانت برضه اول مره كنت تمتحن ايساي بقالك فتره، اول مره تعرف يعني دكتور، اول مره، فالحاجات دي كلها انت اول مره كنت تعدي بيها، فطبيعي انت بتهندل الدنيا. واللي انا بقى كنت انا عايز اقوله علشان خاطر يعني ما يكونش بس مجرد كلام ان انا اطيب بخاطرك واخليك اقول لك ان في فرصه لسه قدامك بغض النظر عن اللي انت عملته في السنه دي كلها. لا استنى، كان عايز اقول حاجه كمان. انا خلي بالك على التشويق، انا مفيش زي في التشويق. عايز اقول كمان حاجه، وهي عايزك تكون دايما فاكر ان الانسان ملوش غير السعي. دي انا قلتها بس عايز اقول الايه ان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. فانت بتسعى، انت اهم حاجه انك تعمل عليك باقصى جهد عشان خاطر كل حاجه بتعملها كل ثانيه كل هتتعرض، هتبقى مش مسجله، وانت هتشوف مجهودك ده، فمفيش حاجه بتضيع هدر. فانت تخيل كده انك انت حياتك دي فاهمني كانها فيلم بيتعرض قدام الجمهور مثلا، هتبقى عايز كل مشهد منه يكون احسن مشهد. كذلك الحال انت تخيل حياتك دي هتتعرض قدامك وهتتعرض يعني، وربنا هيبقى ربنا عالم بيها. فانت كده تتخيل كتابك ده، انت تمسك تشوف كتابك عملت كذا وعملت كذا وذاكرت كذا، وفي مش عارف معلومه كتبتها ورا الدكتور، وفي مش عارف ايه علمت عليه، وفي كل محاضره وكل خطوه وكل، فانت ازاي تكون متضايق يا جدع؟ فدي كانت حاجه مهمه جدا. وبرده في نقطه انه لغايه ما النتيجه تطلع انا مش عايز حد يكون متضايق او قلقان. اصل انت كده النتيجه تطلع ممكن تكون مثلا متضايق او ممكن تكون مبسوط، فانت ليه تقعد يعني؟ بس في مثلا انت ممكن تطلع متضايق، فانت ليه تقعد تفكر على الاغلب ان انا مثلا اللي تطلع وحشه فاهم متضايق؟ يعني انت هتتضايق مرتين يعني، مش هو اوفر، هو يعني عرض انت مبسوط قوي يعني انك انت تتضايق بعد كده فتقوم متضايق، ولا كأن في اي حاجه. عايزك تستمتع بالكام يوم اللي جايين دول خلاص، ولا كأن في اي حاجه. لما نيجي نطلع نبقى نشوف الدنيا تحصل. ولكن الخبر السار اللي انا كنت جاي اقوله في الفيديو ده، وهو انه يا بختكم بجد كدفعه في الكليه دخلت السنه اللي فاتت، دخلت 2023. ليه بقى؟ لان انا كنت قاعد في امان الله كده بقرا بشوف كده كام معلومه كده، فالمهم كنت بشوف عندكم التقديرات عامله ازاي والنظام بتاع الدرجات وكده، فذهلت وصعقت. لماذا؟ لانه عندنا اكتشفت ان هم غيروا عندكم التقديرات. عندنا احنا كنا بنعاني يعني، اي دفعه اكبر منكم على مدار ال5 أو 6 سنين اللي اكبر منكم هي بجد بتعاني بسبب حاجه اسمها مثلا تجيب في الماده دي او تجيب في الماده سي ماينس او سي. بيعانوا لما تجيب مثلا درجه زي دي الدنيا بتبوظ، وانا هفهمكم دلوقتي ليه. بص يا سيدي الناس، احنا عندنا
احنا عندنا في الكليه في عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وفي كمان تقدير كمان وكمان اللي هو حرف الاف اللي هو ساقط، بس طبعا ربنا يبعدنا عن حرف الاف. ولكن احنا عندنا في الكليه 9 حروف بناء عليهم بنعرف تقدير الماده. فانت لما تيجي تظهر لك النتيجه هتظهر لك ايه او A ماينس او B بلس او B او B ماينس او C بلس او C او C ماينس او D. فيا رب قربنا من الايه وبعدنا عن الدي والسي يا رب، قولوا معايا امين. المهم احنا كدفعه، انا عايزك بس تستنتج من العنوان اللي هقولها لك دي ده معناه ايه. احنا كدفعه يعني كدفعات اكبر منكم، مش دفعه واحده بس، دفعه 2022 و21 و20 و19 و18 وممكن كمان يكون 17 عشان مش فاكر بالظبط نظام الساعات المعتمده اتطبق امتى. بس معلومه، نظام الساعات المعتمده زمان ما كانش موجود، وكان زمان النجاح في الماده كان من 50. تمام؟ فدي حاجات انت حاجات لما انت بتعرفها بتفهم انه كل ده يعني مش هو المراد، مش هو ده اللي عشان ابكي عليه وعشان اهتم بيه. واللي هفهمكم دلوقتي ان الموضوع متغير، وان انت تقعد تقول انا ليه جبت دي، انا ليه جبت سي، انا ليه جبت بي، لا نهار ابيض مش عارف ايه. هتفهم انك انت لو كنت مثلا في زمن تاني او كنت مثلا في ظروف تانيه كنت ممكن زي دلوقتي تكون مثلا طاير بالفرحه من درجه زي دي، وانه مش هو ده المفروض يحدد فرحتك او زعلك. المفروض يحدد فرحتك هو انت قيمتك انت، انا عملت قد ايه، استعدت قد ايه في الماده. بس المهم احنا عندنا ده التقدير، عندنا ايه اسمه ايه ده، عندنا ال9 حروف دول بناء عليهم بيتحدد تقديرك. طب بيتحدد تقديري ازاي؟ انا GPA بالنسبه لي بيبقى من 4. فانت لما تيجي تتخرج ككل بيبقى انت GPA بتاعك كام من 4 من 4 3 ونص من 4 3.6 كده. تمام؟ عندنا الجيد جدا من 3.6 ده ككل كGPA ككل. تمام؟ وعندنا لا الجيد جدا من يا ربي من 3.2 سوري، الامتياز هو اللي من 3.6، جيد جدا من 3.2، الجيد من 2.6، والاثنين اللي هو على الحروق خالص اللي هو من اول مقبول من 2 لغايه 2.6 ده اللي هو ايه مقبول، واقل من 2 مش هينفع تتخرج، يا اما هتضطر تحسن يا اما مش هينفع يكون عندك الفرصه انك تحسن فهتترفض. فيعني يا رب نبعد عن كل السيناريوهات دي ونكون دايما ايه في الامتياز والجيد جدا. حقيقي الامتياز والجيد جدا هم كويسين جدا، مش شرط انك انت تكون جبت يعني ما جبتش امتياز فطبعا حاجه، لا يعني انت برضو في الكليه في عندك التزامات ومشاغل ثانيه وانت كبرت وممكن تشتغل، ممكن يكون عندك ظروف، فاهمني؟ انت ما قعدتش في مدرسه، مش كل الظروف ميسره علشان خاطر انك انت تجيب اعلى درجه، لا انت دلوقتي بقى في عندك بقيت راجل، بقيتي مرأة، بقيتي ربة منزل، بيكون عندي اخواتك الصغيرين مثلا بتطبخي ساعات لاهلك او كده، فانت ما ينفعش تحاسبوا نفسكم بالطريقه دي. المهم فانا النظام القديم بناء عليه انا هقول لكم بقى انا في الماده. انا بقى لما بجيب صحيح، انا لما بجيب في كل ماده بجيب تقدير من دول، ده بيوازي تقدير من دول، بيوازي رقم. يعني مثلا جبت A بيوازي 4 من 4، جبت A ماينس بيبقى 3.7 من 4. تمام؟ جبت مثلا B بلس يبقى 3.3 من 4. تمام؟ فلما انا بقى بجمع كل المواد اللي انا جبتها على مدار الترم بيبقى الافريج بقى ده على مدار قصدي الاربع سنين، بقى الافريج هو المجموع التراكمي بتاع الاربع سنين، بيديني بقى جيد جدا امتياز. فده معناه ان انا ممكن مثلا اكون جايب في ماده مثلا مقبول فيها ومثلا باقي المواد مثلا جايب فيها امتياز، فاقوم احطهم كلهم على بعض يديني التوتال الافريج امتياز. ممكن اكون مثلا جايب في كام ماده جيد واقوم جايب في كام ماده امتياز، واقوم حاططهم على بعض يدوني ايه جيد جدا. والحسبه دي انا هشرحها بالظبط يعني بالتفصيل باذن الله في فيديو قريب. المهم فانت عندنا الماده من 100 درجه طبيعي، اي ماده عندنا من 100 درجه، فانت ال 100 درجه دي بتوازي تقدير من التقديرات دول. انا بصراحه مش عايز اوجع دماغي بال 100 درجه وكام بيساوي كام ومش عارف ايه، لان ده هشرحه في فيديو تاني، لكن عايزك تعرفوا ان النجاح في الماده من 60. فبناء على كده انت لما تنجح بتجيب 60 بالظبط يبقى انت جايب دي، لو انت جبت 60 بالظبط. عندنا في النظام القديم كنت انت لما تنجح تجيب 60 تجيب معناها دي كنت بتجيب 1 من 4 في الGPA. خلي بالك الGPA المعدل النقاط التراكمي هو المهم، مش مهم انت الحرف ولا مهم الدرجه من 100. انت تكون جايب 60 من 100 دي درجه مش وحشه برضو، يعني 60 من 100 انت ناجح ومعدل النجاح ب10، ده معناه ايه؟ انك انت تكون جايب 1 من 4 يعني انت ساقط، فاهم؟ طيب انا مثلا جبت سي ماينس دي تقريبا اللي هي 67 من 65 لغايه 67 حاجه زي كده، يعني 67 68 تكون جايب 68 بحالهم من 100 وفي الاخر تكون جايب كام؟ 1.7 من 4. يعني انت برضه لسه ساقط. انت متخيل اللي احنا فيه؟ يعني ده النظام بتاعي، يقوم جايب سي
معناها 2 من 4 اللي هو اخيرا. سي بقى دي كام؟ دي تقريبا 72 يعني ما بين ال 68 لغايه 72 حاجه زي كده من 100. يعني انتوا مثلا بالكلاس وورك بالامتحان ميد ترم وبالفاينل تقعد تجمعوا بعض تدوك 72. 72 برضو مش يعني كتقديرا نسبه 72. انا قلت لك انت قدامك فرصه نجاحك في الحياه 72%، فهي فرصه كويسه. ده معناه ان رقم كويس مش رقم ايجابي. انت فاهم؟ في الاخر تقوم جاي تقوم ناجح بالظبط في التقدير بتاع الجي بي. هو ده المهم، تقوم ناجح بالظبط. طب ده معناه ايه؟ معناه ان انا لو جبت في كل ماده في النظام القديم كل ماده في الكليه دي، ده معناه ان انا اقوم جايب كام؟ اقوم جايب 1 من 4. يعني انا مش هعرف اتحرك، يعني انا يا اما هترفد يا اما هضطر احسن. طب لو انا جبت في كل مواد سي ماينس برضه هيبقى جايب 1.7، يعني انا برضه يا اما هترفد يا اما هضطر احسن. طيب لو انا جبت سي في كل المواد سي، يعني لو جبت 70 من 100 في كل المواد، عشان تعرف دي كليه دحيحه حرفيا، وهتعرف ليه هي كليه قمه. مش عشان خاطر بقى هي المجموع بتاعها عالي وكده، لا، علشان خاطر انت عشان تنجح فيها وتعدي فيها محتاج مجهود كبير قوي قوي قوي. فانت لو انت مثلا جبت 70 مثلا من 100 في كل مواد خدتها عند 4 سنين، ده معناه انك انت هتكون جايب 2 بالظبط من 4، هتكون جايب مقبول، هتكون ناجح الحركرك. فانت بقى تبدا انك انت تجيب تقدير لما انت تكون جايب مثلا جايب بي بلس 3.3، ده اللي هو ايه اللي جيد جدا بدايه من 3.2. فانت لو جبت مثلا في كل المواد 3.3 وجمعتهم على بعض اللي هي بي بلس اللي هي بتبقى من فوق ال 85، وقتها هتكون اللي هو جايب جيد جدا. فانت محتاج انك انت تجيب الاغلب عشان خاطر تتخرج بتقدير تكون جايب فوق ال 85%. فمحتاج مجهود كبير قوي. المهم احنا بقى كان عندنا ده كان عندنا دي التقديرات زي ما قلت لكم: 1 من 4 1.7، 2 من 4 2.3 ده سي بلس، بي ماينس 2.7 يعني لسه، يعني انا يعني اجيب بي ماينس دي معناها ان انا جايب جيد في كله. بي ماينس مثلا في كله معناها ان انا جايب جيد. وبي ماينس دي على فكره بالمناسبه يعني يعني تقارب بال 80 درجه، يعني تقريبا حاجه يعني 79 78 حاجه زي كده. البي 80 من 80 لغايه 85 حاجه زي كده برضه في الرينج ده. البي بلس بقى هي اللي من 85 لغايه 90، والاي ماينس من 90 لغايه 95، والاي من 95 لغايه 100. فانت المهم دي كانت التقديرات. بس بقى هم لقوا ان في هنا مشكله، كلنا لقينا ان في مشكله هنا. المشكله كانت في ايه؟ انك انت في ناس كتير بتجيب دي وكانت بتجيب سي ماينس وكانت بتجيب سي، فده كان بيخلي التقدير بتاعهم واطي رغم ان هم ناجحين في الماده. طب نعمل ايه؟ طب يعني هو يعني عشان برضو النظام برضو كان برضو انت شفت تقديرات واحد، فهم عدلوا الموضوع عندكم وبقى انك انت لو انت جبت في الماده دي ده معناه انك انت جايب 2 من 4. يعني انت مجرد نجحت في الماده فده معناه انك انت نجحت في الجي بي اي، جبت 2 من 4. طب ده معناه ايه برضه؟ انا مش فاهم. ده معناه انك انت لو انت جبت مثلا لا قدر الله في النتيجه دي مثلا ماده جايب فيها دي، ماده جايب فيها سي ماينس، ماده جايب فيها سي، ده مش معناه انك انت هتكون مضطر انك انت تحسنها بالنسبه للحاجه الضروريه زي مثلا الدفعات الاكبر زي انا مثلا. مش هتاثر على الجي بي اي بتاعك قوي زي قبل كده. انت فاهم؟ يعني مثلا حد مثلا يكون جايب 1 من 4، لا طبعا ده ممكن تنزل الجي بي اي بتاعه تحت، مثلا بدل ما يكون مثلا جايب جيد جدا ممكن تنزله تخليه يدخل في الجيد لمجرد ان جاب في الماده دي. لكن دلوقتي انت بقى عندك دلوقتي دي اختلفت قيمتها، فبقى عادي الموضوع بقى ابسط من كده شويه. تمام؟ فدي كانت نقطه كنت انا حابب ان انا اقولها، وهو انك انت دلوقتي لو انت قدر جبت دي فانت لسه جايب 2 من 4. طب لو انت جبت سي ماينس جايب 2 من 2، خلي بالك السي ماينس دي عندنا ايه 1.7، يعني انت لسه ما جبتش، انت لسه ما نجحتش، بس احنا عندنا 2.2. السي معناها 2.5. انت السي اللي انا جبتها انا كمثلا امازن جبت في ماده سي معناها انا جايب 2.5، معناها انا جايب قصدي 2 بالظبط من 4. انت لو انت جبت السي دي معناها جبت 2.5 من 4. 2.5 دي يعني انت يا دوبك تكه وتبقى جيد. انت فاهم؟ فانا هنا 2 دي يعني هو لسه دوبك طلعت على شميت نفسي من الميه اللي انا كنت عمال اطلع مش عارف امتى اطلع. لكن انتوا عندكم مجرد نجحت فخلاص برضه. انت بص هتلاقي عندك هنا ايه يعني الشبه اللي ما بيننا، هتلاقي الشبه اللي ما بيننا بسيط، هتلاقي الشبه اللي ما بيننا بس في ال4 من 4 وال3.7 اللي هي الاي ماينس والاي. لكن حتى هتلاقي البي بلس، يعني انت مثلا جبت 85 فقيمتها اعلى عندك، اعلى من عندنا. البي بلس معناها 3.4 عندك، البي بلس عندنا معناها 3.3، فبرضه انت سابق، انت احسن. البي مثلا جبت بي انت جايب 3.2، احنا ممكن جايبين هنجيب 3. فانت مثلا ممكن بقى دي بقى النقطه اللي انا حابب اوضحها لك، انت ممكن تكون مثلا جبت مثلا سي بلس واتضايقت جدا، واحد غيرك مثلا سي بلس بكام عندنا 2.3، عندك كام 2.7. طيب تمام 2.7 دي عندنا 2.7 معناها كام بي ماينس، انتوا عندكم 2.7 دي معناها كام سي بلس. تمام؟ فانت ممكن تكون متضايق جدا جبت سي بلس
مع ان واحد قبليك بسنه جاب في نفس الماده دي بي ماينس بس كان مبسوط ان هو الحمد لله جاب بي ماينس، يا بي ماينس يا، وهو ما اهتمش بالقيمه نفسها بتاعت الحرف، انت فاهم؟ فانت تقوم جايب مثلا سي بلس هي نفسها كانك جبت بي ماينس مثلا، فاهمني؟ بس لو انت كنت دفعه اكبر. بس برضو الموضوع هيبان اكتر لما انت مثلا على التقدير مثلا الفرق مثلا ما بين البي والفرق مثلا ما بين ايه؟ ما بين السي مثلا. السي عندنا 2 من 4 تمام، وعندنا البي ب 3 من 4، البي عندكم ب 3.2 والسي عندكم ب 2.5. فانت لو انت مثلا جبت في ماده سي انت كانك جايب 2.5، يعني هي الفرق ما بينها وما بين البي عندنا هي نص بالظبط. لكن لو انت جبت مثلا لكن لو انا مثلا جبت انا مش عارف انا تهت، مش مهم، المهم يعني انك انت فهمت اللي انا اقصده تمام. ويعني بصراحه الدنيا حر ف واحد بره. المهم انت فهمت اللي انا اقصده. انا ابقى اعمل لكم البتاعه دي كده على الشاشه، احاول احطها الفيديو ايديت ولا حاجه زي كده تمام. التكنولوجيا الواحد تطور يعني المفروض ان الانسان يعني يبدا ان هو يعمل ايديت وكده. المهم فانا اللي كنت عايز بقى الفوق بقى كان المعلومه دي ان انا عايز برضه تفتح دماغك لحاجه. انت دلوقتي لو انت مثلا اتخرجت والدفعه الاكبر منك، يعني انت اتخرجت والدفعه الاكبر منك اتخرجت تمام قبليك بسنه، الدفعه الاكبر منك لو كانت جايبه نفس تقديراتك تمام اللي هي الحروف دي مثلا، هيكون تقديراتها اقل منك برضو. ليه؟ لانه الجي بي اي بتاعها هيكون اقل، مثلا جايبين كلهم ايه؟ بي مثلا. دفعه مثلا كل الناس اللي فيها نفترض جايبين في كل المواد فيها بي، فدفعه كلها جايبه 3.2. انت لو دفعتك كانت عملت نفس المجهود ونفس كل حاجه ونفس الدرجات وبتاع، هتقوم جايبه بي. لا سوري انا اتلخبطت. سوري، احنا مثلا يعني مثلا في دفعه اللي هي الدفعه الاكبر منك جابت كلها بي، هتكون جايبه معانا جايبه 3 من 4 اللي هي كام؟ اللي هي جيد. لو انت جبت بي كل دفعتك جابت بي في كل المواد واتخرجت، هتلاقي انها جايبه 3.2 يعني جيد جدا. يعني انت ممكن انك انت بمجهود اقل، مش مجهود اقل يا ربي، يعني بنفس المجهود تمام، انك انت ممكن انك انت تجيب يعني تقدير اعلى من الدفعات الاكبر. وده معناه ايه برضه؟ سوق العمل. انت سوق العمل عندنا اصلا احنا صغيرين اصلا، مش صغيرين، لا احنا كبار في المقام طبعا وقليلين في العدد، بس احنا يعني قيمتنا كبيره طبعا، بس بتكلم احنا قليلين كسوق عمل، احنا قليلين برضه. فانت مثلا لو هتنافس على مستوى دفعتك بس، بالنسبه انت دفعه 2027 هتخرج 2027، لو مثلا دفعه 2026 فهي هتلاقي تقديراتها هتبقى اوضح شويه، غير مثلا لو واحد مثلا كان جايب 4 من 4 او جايب ايه ماينس 3.7. لو واحد جايب امتياز فكده كده الموضوع هتتساوي عند الامتياز. لكن لو انت جايب جيد جدا جيد جدا مرتفع جيد جدا منخفض، الموضوع فاهمني هيبقى مختلف، هيبقى الموضوع بالنسبه لك اسهل. فدي كانت حاجه تحمسك انك انت لما النتيجه تطلع ارجوك خلاص ما تقولش انت المعلومه دي ببعض. انا لو انا كنت مكانك وعرفت المعلومه دي انا كنت هجلد كل الدفعات اللي اكبر مني، اللي هو يا نهار ابيض يا نهار ابيض، يعني هم عندهم تضخم وانا عندي انا يعني لسه التقدير لسه بقيمته. طب ده انا كده يعني انا كل ان اعمل مجهودهم الضعف ولا ثانيه، معنى كون ان انا اعمل مجهود مثلا بحاجه معينه هم هيعملوه الضعف وهيلاقوا نفس التقدير بتاع حاجه زي كده تمام، زي ما انا شرحت لك. فاللي هو انا هكون متشجع جدا ان هو ايا كان المجموع اللي انا جبته قبل كده، لا هكون متشجع ان انا السنه الجايه لا انا عايز اجيب مجموع اعلى، عايز اجيب مجموع اعلى واعلى واعلى. لان زي ما قلت لك الدي مش هتاثر جامد عليك دلوقتي، السي ماينس مش عندش هتاثر عليك، السي ما عندش هتاثر عليك، بالعكس هتبقى كويسه وهتبقى جي بي هتوزنه شويه مش هتخليه يقع. عكس احنا عندنا دي انا جايب في 3 مواد دي تمام، جايبه لي انا لازم احسنهم، مش هينفع اتخرج غير لما احسنهم. ليه؟ لانه جاي واخد فيه 1 من 4. ليه؟ يعني انا ناجح في الماده، انت فاهم قصدي؟ اللي يخليني ان انا في الاخر اقوم في الجي بي اي تقوم تاثيرها يكون كان انا ساقط فيها او جايب فيها 25% وانا جايب فيها 60%، ناجح فيها فوق 60. طب ليه؟ فانتم محظوظين بجد. اتمنى المعلومه دي وتكونوا فهمتوا وجهه نظري، تكون وصلت لكم. انا بحبكم جدا بجد، عايزكم تفتكروني بالخير وتدعوا لي معاكم، تدعوا لي معاكم عشان بجد محتاج دعواتكم. مش لازم بقعد اقول لكم بقى اصل انا مش عارف عندي ايه في مش عارف ايه، واصل انا مش عارف بعمل كذا، مش هقعد انا اقول لكم يعني الحياه اللي عندي وكده علشان خاطر تدعوا لي. بس انا عايزكم تدعوا لي، فلما اطلب منكم تدعوا لي ادعوا لي، موضوع بسيط يعني. المهم فعايزكم تدعوا لي وتدعوا لاخواتكم في السودان واليمن وسوريا وفلسطين وليبيا وكل الدول، كل قطعه، ادعوا لكل اخواتكم المستضعفين، وادعوا لنفسكم ان انتوا تبقوا ناس اقوياء. انتوا في الاول والاخر انتوا في الحياه دي عشان تدخلوا الجنه تمام، ما تشتتوش، وبتعملوا في الكليه دي عشان خاطر تبقوا ناس اقوياء تساعدوا غيركم. فما تخليش حته درجه حته حرف ولا راح ولا جه ياثر فيك. ايه الحرف ده هعمل بيه ايه يعني؟ شكرا، اهم حاجه القيمه بتاعتي تمام. بحبكم جدا
ومش عارف، مش عايزه في الفيديو، مش عارف اشبع منه، يعني نهار ابيض بجد يعني عايز اقعد معاكم اكتر من كده، بس باذن الله هعمل كده في الفيديو القادم، وهو اللي انا هشرح فيه نظام الساعات المعتمده